السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله متابعي الكرام. يا هلا وكثير الهلا بيكم، يا هلا وكل الهلا. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اليوم التاريخ 5/9 أيلول الجمعة، وفي هذا الصباح نلاحظ سروح النحل على نبات الروثة. هذا نبات الروثة اخوان الكرام هو من النباتات الرعوية الحمضية، ومن النباتات المنغرضة في أغلب دولنا العربية، لأنه نبات رعوي ما شاء الله. لكن أول مرة يوثق النحل يسرع عليه. شايفين ما شاء الله. السدر باقي له أيام، هذا السدر ويزهر ما شاء الله، ينشط النحل. طبعا نبات الروثة من النباتات الرعوية المعمرة. شوف حجمها ما شاء الله، هذه شتلة وحدة حجمها ما شاء الله تبارك الله. عاد النحل يسرح فيها حبوب اللقاح او رحيق، لحد الان ما ادري، بس اعتقد ان فيها حبوب لقاح. هذا هو نبات الروثة اخواننا الكرام ما شاء الله تبارك الله. وهذا بصفه الضمران. هذا الضمران ايضا من نباتات الحمض ومن نباتات الرعوية، لكن هذا صار له عندي طبعا هاي الشتلة صغيرة، عندي بعد وحدة ثانية في موقع اخر صار لها 2 ما زهرت وما بذرت. ويلا يا ضمران سوينا بدر، تأخرت علينا ما نقبل عذر. تقبلوا تحيات محدثكم مبارك الزهيري.